السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا دكاترة؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم شريف رضا، طالب بكلية الطب جامعة المنصورة دفعة 2023. النهاردة بإذن الله نتكلم عن فيديو مهم جدا وعنوانه: هو أنا هلحق؟ طب لو لحقت أذاكر ازاي؟ في ناس كتير بتسأل السؤال ده، ومش كده وبس، لأ، بتروح تسأل ناس أكبر منها وبيبقوا موقفين مستقبلهم وحلمهم على كلمة شخص أكبر منهم هيقولها لهم. لأ، أنا عايزك أنت اللي تاخد القرار، وأنت اللي تتوكل على ربنا وتستعين بيه، وإن شاء الله ربنا هيوفقك وينصرك. في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. يعني الطير الصبح مبيبقاش عارف هياكل منين، بتبقى بطنه خاوية، بيتوكل على الله ويسعى في الأرض وربنا ما بيخذلوش أبدا. أنا عايزكم تتوكلوا على ربنا، ولو فاضل على الامتحان نص ساعة لازم تستغلها على قد ما تقدر. أنا كان عندي امتحان يوم 1/4 على 4 مواد، ذاكرت 3، والمادة الرابعة والله كان فاضل لي فيها حوالي شابتر ونص، يعني حوالي 10 محاضرات. قلت خلاص بقى أنا هسيب اللي أنا ما رجعتوش دوت على ربنا. ال10 محاضرات دوت أنا مذاكرهم وكل حاجة، بس ما رجعتهمش، وطالما ما رجعتهمش يبقى مش فاكر منهم أي حاجة. فقلت آخد المذكرات بتاعتي وأنا رايح الامتحان. الطريق بياخد مني حوالي ساعة، فقرأت المحاضرات ديت، يعني قراءة سريعة بالنظر كده، والتحشيشات اللي أنا كنت عاملها يعني قرأتهم كده وتوكلت على ربنا. والله لقيت فيهم في الامتحان أكتر من 10 أسئلة، والامتحان على 4 مواد. المادة دي كانت كبيرة فكان عليها 20 سؤال. تخيل انت تروح تلاقي منهم 10 أسئلة غير الشباتر التانية. فأنا عايزكم تتوكلوا على ربنا، وأنا بقول كده لنفسي قبل ما أقول لكم. فاوعوا تفقدوا الأمل، واوعوا تحطوا حلمكم أو أملكم على كلمة شخص أكبر منكم. لا، اعرف إن كل حاجة بإرادة ربنا، فربنا قادر على كل شيء. ادعي كتير، بس توكل على ربنا ابدأ يا عم، وارمي حمولك على ربنا. والله العظيم ما تقلق، ربنا مش هيخذلك أبدا. عشان خاطر دعوة حلوة والدتك بتدعيها لك، علشان خاطر تعب والدك، هيوفقك عشان أي سبب. ولكن اجتهد وابدأ، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. طيب النقطة التانية، هذاكر ازاي؟ هقول لك في طريقة كده أنا بتبعها خصوصا في الكلية والكم الكبير اللي أنا ببقى داخل أمتحن عليه، وهو إن أنت تبقى معاك كتابك وقلمك في إيدك وتسمع الشرح من على اليوتيوب. اليوتيوب دلوقتي مليان مدرسين وكلهم حلوين. فأنت بعد ما تسمع الشرح صراحه بقى على 1.5، صراحه على 2، على حسب ما تفهم. بعد ما تخلص الشرح على طول، بعد ما تقفل الفيديو، لازم تكون قارئ الدرس اللي أنت سمعته مرة واحدة، مرة واحدة بس، مش هتاخد منك ربع ساعة. وقبل ما تنام اقرأ الدرس ده تاني، مش هياخد منك 10 دقايق. بس كده يبقى انت كده ذاكرت الدرس ده. هتقول لي طب انا هسمعه لنفسي في دماغي كده مش هبقى حافظه. اقول لك مالكش دعوه، اعمل بس كده في كل درس. طب هتقول لي طب انا هراجع امتى؟ انا كده مش هيبقى فاضل لي وقت عشان اراجع. هقول لك ليالي الامتحان كافيه جدا. المدرسين بتوع اليوتيوب كلهم بينزلوا المراجعه بتاعت ليالي الامتحان مجانا. بيبقى مثلا الماده زي مثلا الاحياء، الجيولوجيا، الكلام من ده، بتبقى مراجعتها النهائيه في ليله الامتحان حوالي 15 ساعه. يعني الدرس مش واخد منك حوالي نص ساعه. هتسمع الدرس، وبعد ما تسمع الدرس برضه تقرأه مرة واحدة. طب هتقول لي أنا كده مش هحل. أقول لك الامتحانات السنين اللي فاتت كافية ووافية جدا. أصلا الكتب الخارجية ومعظم المدرسين لما بيجوا يحطوا أسئلة بيبقى مرجعهم الأساسي هو أسئلة امتحانات السنين اللي فاتت. ممكن يغير لك رسمة، ممكن يدي لك معطى ويطلب منك مطلوب زيادة. فبالتالي أنت لو حليت امتحانات السنين اللي فاتت يبقى أنت كده خلاص ضامن كل أفكار الأسئلة بإذن الله. تمام. طب ما عرفتش أي سؤال من أسئلة امتحان السنة اللي فاتت، برضه هتلاقي الحل بتاعها على اليوتيوب. حاول تفهم كل فكرة مش تحفظها، افهم الفكرة دي جاية ازاي. تمام. وإن شاء الله ربنا يوفقكم وينصركم. ربنا بيقول: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء. فبالتالي أنت لازم تكون ظنك بربنا حسن إن شاء الله، وربنا هيوفقك وينصرك. المهم بس تبدأ يا عم وتتوكل على الله كده، وربنا مش هيخذلك أبدا. وأنا معاكم لو احتجتوا أي حاجة، أي سؤال، أي استفسار، أي جزئية مش فاهمينها، لا إما هكون فاكرها وأقولها لكم، لا إما هقول لكم تسمعوا مين في الجزئية دي. فأنا معاكم وما تقلقوش، ربنا هيوفقكم بإذن الله ويحقق لكم أحلامكم. ما تنسوش تصلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم وتشتركوا في القناة، ودمتم بخير.